هو طبعا هذه الشخصية سئلت كثيرا عن السيد محمد الصدر قدس سره، وأنا لم أكن أعرف إلى أن بعد فترة يعني جاء المدد من أمير المؤمنين أنه هو المذكور في هذه الرواية، وقال لي هو السيد الأكبر في العراق. طبعا الأمير حدد لي قال السيد الأكبر في العراق لأنه الألقاب عادة تكون بكمالها فقط عند الأئمة، عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا هنا عندما نزيد صفة فهي تختص بأحد الأصحاب. من بعدها يسوقها رجل من آل محمد، أي أن الذي يسوق هذه الرايات، هنا اختلاف الرايات، نحن نعلم أنه الراية كانت واحدة ولكنهم تفرقوا، ولكنهم تابعين للسيد محمد الصدر. هنا نجد أن يسوقها رجل من آل محمد، أي أن ابن يعني السيد الذي هو سيد مقتدى الصدر ابنه للسيد محمد الصدر، هنا اعتبروه آل محمد أنه رجل منا، يعني من آل محمد. إذا تظهر بالمشرق وتوجد ريحها بالمغرب كالمسك الأثر. ما معنى أنه توجد ريحها بالمغرب كالمسك الأثفر؟ هناك تحديد وتفصيل، أنه طالما أن هذا السيد الأكبر خرج على الشيصباني، والشيصباني كان يمثل حركة شيطانية ممتدة إلى المغرب، التي من عندنا هنا صدام حسين، عندنا حسني مبارك، عندنا زين العابدين بن علي، عندنا القذافي. إذا تصل ريحها إلى المغرب لأنه هو الوحيد الذي كان لديه الشجاعة أن يقف في وجه هذا الشيصباني، مما وصل مسكه إلى المغرب، لأنه عندما وقف في وجه الشيصباني فهو وقف في وجه أمثاله، لهذا وصل ريحه إلى المغرب. إذا يسير الرعب أمامها بشهر حتى ينزل الكوفة طالبين بدماء آبائهم. إذا من هم دماء آبائهم؟ الشيصباني من قتل السيد محمد باقر الصدر وأخته بنت الهدى، وقتل المرجع الشهيد السيد محمد الصدر، أي آباؤهم هم هؤلاء قدس سرهم. طبعا أنا أنقل الحق كما هو بغض النظر عن الاختلافات وعن العصبيات، لأن الأمير ينظر لهؤلاء اختلافهم منه واختلافهم رحمة، ولو لم يكن هذا الاختلاف لأخذ برقاب الشيعة. فأرجو أنه يعني الآن هذا الحق لما تسمعوه ما يجوا أصحاب النعارات ويصيروا يعني هاي الطاقات اللي ليس لنا علاقة فيها يخرجوها، لأنه نحن في محضر الأمير، وهؤلاء شئتم أم أبيتم يعني للأمير، وراياتهم هي للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف.